السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد، عاملين أكلة كده من الأكلات كده اللي بتخش على القلب كده. أكلة شعبية كلنا بنحبها، يعني عايزة أقول لكم من الأكلات اللي الواحد بياكل منها كده وما بيشبعش ما شاء الله يعني. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أكلتنا النهاردة بقى الكشري الاسكندراني، مع بقى صينية مسقعة كده وبطاطس محمرة وطماطم مخللة كده كالعادة يعني. معانا بقى البتنجان اللي هنعمل بيه صينية المسقعة، هنقطعه كده حلقات، وهنحط عليه ملح ونسيبه بقى علشان يشرب كده من الملح علشان ما يشربش معانا زيت كتير. فنرصه كده في مصفى طبقات ونرش عليه ملح ونسيبه كده جنبنا شوية على ما نشتغل، وبعد كده نبقى نحمره. معايا البطاطس اللي هعملها برضو بطاطس بالثوم جميلة ما شاء الله، هقطعها كده برضو صوابع، يعني لا رفيعة قوي ولا تخينة، كويسة. معايا بقى المكون اللي هستعمله في كل الحاجات، الثوم والفلفل. هفرم بقى نص التوم ده، رصتهم كده، خدت نصها مع الفلفل وفرمته في الكبة، والنص التاني هرسه كده بالهراسة علشان هستعمله للبطاطس. طبعا الفلفل والثوم هنستعمله في صينية المسقعة، وهستعمله في الطماطم المخللة. فكده المكون بتاعنا اللي هو الفلفل والثوم فرمته، وهسيبه بقى علشان اشتغل منه. اولا بقى هنحط حلة على النار علشان هندي البطاطس نص سلقة كده. يبقى حلة جنبي على النار كده محطوط فيها مية علشان هدي البطاطس نص سلقة. معايا بقى الحلة اللي هطبخ فيها الرز الكشري. حطيت سمنة او زيت، المادة الدهنية اللي انتوا بتطبخوا بيها مش فارقة. وهنزل بقى بالرز على العدس غسلاه حلو، وهنزل بقى اديله تشويحة. في ناس بتحط بصل قبل الرز، يعني بتحمر بصل وتحط الرز. لا انا ما بحبش اعمل كده، انا بحب الرز يبقى من غير بصل، رز كده. هديله تشويحة وهملحه بقى وبهره. وهقلبه كده في المادة الدهنية اللي معانا، زيت او سمنة اللي احنا بنطبخ بيها يعني. وهشوحه كده بالتتبيلة كده علشان يشرب من بعضه، وهظبط قعده وهسويه على كده. ما حطيتش بصل ولا حاجة، والرز الكشري احنا بنحبه كده يعني من غير بصل ولا حاجة. اللي حابب يحط بصل قبل الرز. احنا ظبطنا كده ملحنا والتوابل بتاعتنا والقعد بتاعه. خلاص بقى هركنه كده على العين الصغيرة يستوي بقى براحته. وهبدأ بقى احمر البتنجان بعد ما اخد في الملح كده، يعني الملح اللي اتشرب من الملح نفضته. بس انا بشطفه بميه، يعني بشطفه واسيبه كده يتصفى في المصفى. وممكن انشفه علشان ما يبقاش فيه ملح زيادة، علشان برضو ما يحدقش معايا الاكله. انا بغسله وبصفيه كويس من الميه، وابدا احمره كده زي ما احنا شايفين. عندي بقى المية اللي غليت على النار، هحط البطاطس اللي احنا قطعناها مع بعض وهملحها برضو. هتاخد حوالي بس يعني دقيقتين 3 في المية، مش كتير يعني. احنا عايزينها يعني مش مستوية قوي علشان ما تتهريش يعني. معايا بقى التوم اللي احنا هرسناه بالهراسة زي ما احنا عملناه الاول. هحط عليه شوية زيت وهبهره برضو، هحط عليه ملح وفلفل وكمون وكزبرة. كزبرة طبعا اساسي مع التوم. ومعايا الصينية اللي هحط فيها البطاطس وادخلها الفرن. هاخد معلقتين زيت من اللي انا حطيت عليهم التوم كده، واحطهم في ارضية الصينية، وهطلع بقى البطاطس على طول، هصفيها كده واطلعها من المية السخنة على طول في الصينية، يعني على طول كده علشان تدينا نتيجة حلوة، تكون البطاطس سخنة. وطبعا خلاص دخلت في السوا. هبدأ بقى انزل عليها التوم المهروس اللي احنا عملناه بالخلطة اللي احنا حطيناها عليه، التوابل بتاعته. وهدخلها بقى الفرن كده، هوزع التوم بالزيت كده عليها، وهدخلها الفرن بقى تتحمر من فوق ومن تحت. عايزه اقول لكم البطاطس دي بتبقى تحفه، بطاطس بالثوم في الفرن بتبقى تحفه ما شاء الله، طعمها جميل. خلصت تحمير البتنجان. قرن فلفل كده مقطعاه برضو علشان اضيفه على المسقعه.
هديله تشويحة برضو تحميرة كده. ده مش يعني ده هيتحط مع المسقعة يعني، فعشان كده هديله هحمره وهشيله مع البتنجان، وهبدأ بقى من الخلطة اللي احنا فرمناها في الكبة. هاخد معلقة كبيرة كده منها في الزيت بقى اللي احنا حمرنا فيه البتنجان على طول، علشان هعمل الخلطة على طول، خلطة المسقعة ورا البتنجان على طول. فهحط معلقة خلطة من اللي احنا فرمناها، توم على فلفل، وهديها تشويحة كده، ونفس التوم يطلع بمعلقة كزبرة كده، زي ما احنا متفقين دايما التوم بيحب الكزبرة. فهشوحه كده ويطلع نفس الكزبرة والتوم كده ويدي لون خفيف. هنزل بقى في نفس الكبة اللي احنا فرمنا فيها التوم والفلفل. فرمت 4 حبات طماطم او 5 حبات على ما انتوا، على قد الكمية اللي انتوا عاملينها. فرمتهم في الكبة ونزلت بيهم لحد ما تسبكوا خالص. بعد ما يتسبكوا معايا هزودهم مية، وبعد ما المية تغلي هنزل بقى بالبتنجان على طول اللي احنا حمرناه في الصلصة كده، علشان البتنجان يشرب كده من الصلصة. في الصينية بقى اللي هدخلها الفرن هنزل بقى البتنجان بقى بالصلصة كده زي ما احنا شايفين. هنظبط الصينية بتاعتنا طبعا وملحنا ومظبطين الملح والتوابل معانا كلها زي ما احنا شايفين. في الأثناء دي يا جماعة احنا بقى حاطين الرز، نبقى نخلي بالنا منه. هدحرج بقى البيض في حتة سمنة بلدي كده، علشان هحطها على الرز. شايفين البطاطس ما شاء الله طلعت متحمرة من فوق ومن تحت، نفس التوم بيخليها تحفة. معايا طماطم بقى مقطعاها، ممكن نقطعها حلقات او شرايح زي ما انا مقطعاها. ومعايا بقية الخلطة اللي احنا فرمناها، اللي هي الفلفل والثوم. بقية الخلطة اللي احنا اخدنا منها للمسقعة بقيتها كده زي ما احنا شايفين. هحط برضو عليها توابل ملح وفلفل وكمون وكزبرة، عصرة ليمون، وهظبط بقى طعمها كده. اهم حاجة ليمونة بقى على الخلطة دي عشان تدينا نفس حلو كده للطماطم المخللة معايا ما شاء الله. هفردها بقى كده على الطماطم علشان تدينا نفس حلو. طب الرز بقى خلاص خلص، والبيض ده حرجناه كده، ونفنزلنا بقى بالسمنة البلدي اللي كان فيه كده على الرز علشان يدينا نفس كده وطعم جميل. معايا بقى صينية المسقعة، شايفين طلعت تحفة ما شاء الله، وطعمها خطير مع الرز بالعدس ده. عايزة اقول لكم يعني أكلة كده تحفة. والبطاطس بقى بالثوم دي تحفة، جربوها. طبعا معانا شوية مخلل، يعني عايزة اقول لكم الأكلة دي تحفة. يعني بناكل منها ما بنشبعش ما شاء الله. الطماطم المخللة، جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة. ربنا يحسن ما من ايديكم. سلام عليكم.